طب الشوالي دلوقتي هيعلق على المباراه ما بين الاهلي والزمالك. عايز مباراه بين الاهلي والزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام وعبر شاشة المصرية الفضائية، مباراة بين الأهلي والمصري، الأهلي القاهري والزمالك في مقابلة خاصة فيس تو فيس. الأهلي اليوم يلعب مباراة من أجل التاريخ، الأهلي اليوم يلعب مباراة من أجل الأرشيف، الأهلي يلعب مباراة من أجل له عيون مثل عيون البدري في مقابلة فيرا بالزمالك بالزي أحمد عيد عبد الملك. تمشي كورة ممتازة الأهلي، كورة ممتازة محمد بوتريكا يلعب لأحمد فتحي، أحمد فتحي والعرضية التصويبة مش ممكن. الاهلي اليوم يقشر على انياب، الاهلي اليوم يبحث عن الذات، الاهلي اليوم يبحث عن مباراة من اجل الحلم، لكن الزمالك لا يفوت له عنوان. تمشي كرة مرتدة سريعة، الزمالك عبد الملك، احمد عيد عبد الملك، احمد عيد والتصويبة. برافو شريف اكرامي. الزمالك مدرسة الفن والهندسة، والاهلي القاهري واهلي الشياطين الحمر. المباراة صعبة جدا، انتظروها عبر شاشة المصرية الفضائية. كابتن مدحت شلبي قطعا اطلاقا انا ببدا في كل البرامج. انا عايز بس اقول لكم حاجه اخيره، ان ليه ما نشتغلش؟ ليه ما تعملش لنفسك كاريزما؟ عايز تظهر اوكي، انا مش هختلف معاك في اي امور، لكن انك تعمل حاجه خاصه او حاجه غلط لا، خلي لنفسك شخصيه. قلت لكم 100 مره، لان في رسائل جات لي كتير من كل المشاهدين. قطعا اطلاقا لا، ده قمه الروعه. لان عشان اقول لكم حاجه، ان مودرن قناه المواطن الكادح، مودرن بقت قناه كل الكادحين، لكن عايزين نروح لمجال التعليق. لكن اخد 5 SMS اخير. واحد بيقول لي بحبك يا شلبوكه، وايه اخبار قناه المصريه؟ بخير واسلام بخير. ده اللي بعد الرساله دي يعني مين؟ بسنت ابو رافه ومياد، لا ومنير، محمد منير على فكره من اشد المعجبين. قطعا اطلاقا. ومش عايز انسى الفن تبعي، يعني اتبع. يعني عايز اقول لكم، طب نروح ارض الملعب نشوف الاهلي. انا خطيره عدى وهوبا يا نهار، قمه الروعه. قطعا اطلاقا. على الحطه والمطه والبط، اثبت بقى واحمد عيد هوبا يا نهار، قمه الروعه. قلت لكم 100 مره قمه الروعه. الاهلي عامل احلى شغل، خلي بالك يا بابش، خلي بالك. كل المشاهدين عايزين احلى شغل. قطعا اطلاق. رؤوف بوخليف طبعا مع هدف دلوقتي. انا هجيب لك هدف دلوقتي. استاذ احمد شوباجي بيحضره مع ميسي. كرة ممتازة عند الرواك الايسر لميسي، ميسي بيراوغ، ميسي والتسويبة. عملها الارجنتيني، احلى كرة في المعمورة. شيء كبير يا عمري. انا ميسي كانت مراوغة في الاعادة، احلى استفادة. وميسي والتصويبة. نعم هو ميسي خليفة مارادونا. الاندريا ميسي شدان كرام 20 واحلى كرة. لكن المخرج احمد الشباقي باحلى صورة، في احلى تمام واحلى صورة. كرة ممتازة من الرواك الايسر، لكن الميكروفون هنا حاضر. تمام. كابتن ميمي الشربيني داخل مربع العمليات يستخرج عضو مملكة الهدافين أحباء الكرام. 90 دقيقة أشغال كروية شاقة. السيد عبد الحفيظ هو أشبه بمصمم أزياء هجوم الأهلي، يستخرج عضو مملكة الهدافين أحباء الكرام. أبو السيد، نعم يا أبو السيد، لكن السيد عبد الحفيظ هو أشبه بمصمم أزياء. خالد بيبو من أفضل وبابا نقول الأهلاوية أحباء الكرام، لكن الأهلي هو الفريق الكبير والزمالك هو الفريق الأكبر في كل الحالات. هعتبر إن معايا دلوقتي علاء صادق وهعمل معاك حوار. تمام ماشي. ايه رايك في مستوى النادي الاهلي في الوقت الحالي ومستوى نادي الزمالك يا كابتن علاء؟ النادي الاهلي ونادي الزمالك متناقضان على الاطلاق. نادي الزمالك بيربطوا منظومه فاشله، والنادي الاهلي منظومه افشل. النادي الاهلي بيخسر مباراتين، مباراه سموحه وحرس الحدود، ديربي الاسكندريه. اي نعم انا اسكندراني وفرحان، لكن مستحيل ان النادي الاهلي يخسر في مباراتين. وحسام البدر والاداره، كل الاداره فشل، كل الانديه فاشله بلا استثناء الا النادي الاولمبي. النادي النادي المقرب الى قلبي هو النادي الناجح. كل الانديه كلهم فشل. النادي الاهلي هو بطل افريقيا وبطل كل الانديه. في حلقه قادمه الاهلي هو الابرز، ونادي الزمالك هو الابرز ايضا. نادي الزمالك فيه احمد عيد عبد الملك. تصور احمد عيد عبد الملك مع مدرب فيرا ناجح جدا. حسام حسن لا يستغل ان يمسك نادي الزمالك، لان فييرا عامل شغل جيد جدا على الاطلاق. بص يا كابتن، نادي الزمالك بقى دلوقتي يعني نادي كبير يا كابتن.
لكن النادي الاهلي هو نادي منظومه تاريخيه. طب يا كابتن كان في بعض التشبيهات ما بين محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك وانيستا. لا ده انا قلدك بقى الكابتن ايمن يونس وهو بيحلل على محمد ابراهيم. بص الكابتن محمد ابراهيم يا كابتن هو يعني شبه انيستا. انيستا يا كابتن محمد ابراهيم هو بيجيب اجوان وانيستا ما بيجيبش اجوان. محمد ابراهيم يا كابتن هو افضل من انيستا يا كابتن، لان محمد ابراهيم بيلعب في برشلونه، انما انيستا يا كابتن محمد ابراهيم سوري بيلعب في الزمالك، انما انيستا بيلعب في برشلونه، لكن محمد ابراهيم افضل يا كابتن. فشل ذريع، محمد ابراهيم ناجح وانيستا غير ناجح. هل يختلط الزيت بالماء مقولة هاني رمزي؟ هل يختلط محمد ابراهيم بانيستا؟ اقول لكم الحكم لكل الساده المشاهدين، قناه المصداقيه. طب كابتن محمود بكر هيعلق ازاي على الجون ده؟ لا هو يجيب الجون من الاول بقى كده. ارجع يا ببلاوي، ارجع يا كابتن احمد. ادي بقى ده هدف كان جميل قوي اللي جابه. الزمالك كسب 7 واول مره الزمالك من فتره يعني يكسب 7، ولكن هو الجون قادم يعني. لكن هنشوف معلقين الرياضيين قبل ما ينزل بالهدف. لكن ادي بقى الدفاع، وادي احمد حسن بيقف. احمد محمد ابراهيم ده محمد، لا ده عمر جابر. عمر جابر ده ضحك عليهم. هو قال لك هيباصي وقال لك هيعمل، لكن هو جاب جون اعتقد ده الجون الخامس او الرابع مش واخد بالي، لكن هو هدف. اجيب بقى اللي طلع محمد ابراهيم فعلا. لا والله محمد ابراهيم. انت مديني بقى الورق غلط بقى يا محمد. لكن محمد ابراهيم ادي بقى الشماريخ. ده بقى الشكل الجميل اللي بنطلبه، وبطلب وزير الري ان هو يشوف لنا حاجه في محطه القطر، لان بحب اركب القطوره. وادي بقى عمر لا ده محمد ابراهيم برضه اصل بغلط يعني. بيقول لك يعني ان محمد ابراهيم بص التسديده يعني كان لو ضحك عليهم هدف. يا محمود هتتقمص شخصيه دلوقتي كابتن مدحت شلبي قاعد في حوار مع كابتن علاء صادق. انا عايز اقول لكم اي حاجه تاني، انا مش هقول. معايا بقى الدكتور علاء صادق هيعمل لكم النهارده احلى شغل، جايب لكم التحليل وهجايب لكم يعني يشوف الحكام، لانه هو بيحب التحكيم قوي زي ما انتم عارفين، لان انتم عارفين قناتنا قناه المصداقيه. بكل بساطه انت عايز تنزل اشتغل، مش عايزين نشوف المنظر اللي احنا ما بنشوفوش، اللي احنا عايزين نشوف. عايز تكون لك اغلبيه، عندك انتخابات جاي، ما تعمل لناش شغل، خلي الامور تمشي، خلي الدنيا. ده في ناس كتير، ده سمر صاحب بعتت لي قالت لي الدنيا بقى لا قطعا اطلاقا. انا ما بيعجبنيش الموضوع. ولا انت شايف يا دكتور علاء؟ السياسه لها تاريخ والرؤساء لهم تاريخ ايضا. كل الرؤساء لهم تاريخ، ومصر ستتقدم الى الامام. لكن الحكام، كل حكام مصر فاشلون، كل الحكام مصر لا يصلحون. الطؤمة فين الاهتمام بالحكام يا كابتن؟ عندنا الحكام فين التمييز؟ لكن بعض الحكام في مصر هم حكام فوق التمييز. انا ساتكلم، ساستقيل على الهواء ان لم يحدث لي. الكابتن الدكتور علاء صادق لا هو عامل دوتو حلو، لكن يا محمد يا نصر انا عايزك تنزل لي بجول اذيعه، انا اسخله بصوتي، لان انا انتبهت بحب اذيع المباريات، والدكتور علاء صادق لا هيحلل عليه. في جول هيجي لنا هننزل بيه. محمد نصر بيكلمني في الايربيز اهو هينزل بيه. لكن مدحت شلبي انتوا عارفين ان احنا بنتكلم في بعض. طب باخد 5 SMS عقبال ما ينزل. واحد بيقول لي بحبك يا خال شلبي، ويعني استاذ اسلام عامل ايه؟ استاذ اسلام بخير. استاذ اسلام طالع معانا هنا ببرنامج نجوم الرياضه، كله بخير، كل الدنيا بخير يا باشا. لا قطعا اطلق. في مباراه هتنزل ولا ايه؟ هنشوف مع الاستاذ اسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ان كشف الساقطان عوراتهما على الهواء وتطاول بفجور على صفوة المثقفين والشرفاء، سأرحل، لن أبقى يوما بجوار أمثالهما من الجهلاء. أعزائي المشاهدين سأفتقدكم كثيرا. إلى اللقاء.